السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى دوناتس ممكن تاكليه في حياتك، وهنزيناه كمان بطريقة مختلفة واشكال جميلة جدا. بجد الطريقة هتعجبك جدا، طريقة سهلة جدا. زينيه بقى لاولادك لحبايبك. النهاردة مش هنشتري دوناتس تاني خالص من بره، هنعمل كله في البيت. ايه رأيكم في شكله؟ ونبتدي الفيديو بتاعنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل الناس منها شيء ولا الشيطان منها نصيب، وتقبلها اللهم منا بقبول حسن. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير لأهلك وأصحابك وحبايبك، وتعليقك الجميل اللي بيسعدني. ولو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ومعاكم أختكم ولاء الزهيري، ويلا بينا عشان نشوف تفاصيل الفيديو وطريقتنا كلها. يلا بينا. معايا كوبايه الا ربع من اللبن الدافي، هنزل عليهم بربع كوبايه من الزبده. انا الزبده عندي كانت متماسكه شويه فحطيتها في اللبن السخن كده عشان يدوبها. قلبت لحد ما الزبده بتاعتي دابت، يبقى كوبايه الا ربع من اللبن على ربع كوبايه من الزبده. هحط عليهم حبايه من البيض، واحط معلقه من الفانيليا او ظرفين من الفانيليا، وقطعه خميره صغيره بحجم العين الجمل، او معلقه كبيره من الخميره الفوريه، 3 معالق كبار من السكر، ومعلقه من الخل. هقلب مكوناتي دي كلها لحد ما السكر بتاعي يبتدي يدوب شويه، والخميره كمان تدوب، مع 3 كوبايات من الدقيق وعليهم رشه من الملح. قلبت كويس جدا لحد ما قطعه الخميره دابت معايا. هنزل عليهم بالدقيق بتاعي والملح، رشه الملح بتاعتي، وافضل اقلب كده بالمعلقه شويه لحد ما حسيت ان هما تجانسوا شويه وتقلت. هبتدي بقى اعجن العجينه بايديا زي ما انتم شايفين، سهله جدا بطريقه اسهل ما يكون. عملناها، هنزل بقى بالعجينه بتاعتي على الكاونتر بتاعك او الرخامه، وفضلت اعجن بيها كده لمده دقيقه لحد ما العجينه اتلمت معايا وبقت طريه خالص معايا وملساء. انا اهم حاجه عندي، انا عايزه العجينه تكون طريه. شايفين بتلزق في ايديا بس مش بتطلع، انا عايزاها طريه، مش عايزاها جافه خالص عشان تديكي نتيجه حلوه جدا. هغطي العجينه بتاعتي بقى لحد ما تخمر. شايفين معايا طريه ما شاء الله عليها ازاي. سبتها بقى في مكان دافي. شايفين تضاعف حجمها ازاي؟ اول ما لقيت تضاعفت حجمها كده، طبعا التخمير على حسب المكان بتاعك. انا معايا بقى قطع ورق زبده مقطوع مربعات كده. ورق الزبده ده انا بستخدمه كذا مره، وبعد كده بمسحه وبشيله لحد ما احتاجه مره تانية وانا بعمل الدونتس. جبت العجينه بتاعتي ونزلت التخمير بتاعها، ورشيت الكاونتر بتاعي بشويه دقيق كده، وابتدي افرد العجينه بتاعتي. انا شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ انا عايزاها سميكه كده ولا رفيعه. جبت قطعت الدونتس بتاعتي وقطعت اشكال الدونتس. طبعا انا عامله فيديو قبل كده وموريكم ازاي الطريقه. لو في تفاصيل طبعا اكتر من كده، لو ما عندكيش قطعت الدونتس قايلك ازاي تستخدميها فيها ازاي، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في في صندوق الوصف ان شاء الله عشان تشوفوه. سبتها بقى في مكان بعد ما قطعتها على ورق الزبده وسبتها لحد ما خمرت. شايفين الخمر بتاعها تضاعف حجمها ازاي؟ اهم حاجه تبقى خمرانه معاكي كويس جدا عشان ما تشربش زيت معاكي. هروح اقليها بقى في الزيت. بعد ما قليتها في الزيت طبعا انا ما احتجتش ان انا اوريكم المقدمه دي، لان انا كان الهدف الاساسي في الفيديو ده ان انا ازينها معاكم. جبت بقى معايا شوكولاته دارك كده وسيحتها على حمام دافي زي ما انتم شايفين. جبت كده ميه دافيه وابتديت حطيت فيها حاجاتي اللي انا بسيحها، ان انا الشوكولاته. جبت الشوكولاته اللي هي السودا اللي هي الدارك وسيحتها في حمام ميه دافي وبمعلقتين زيت عشان تديها لمعه. وجبت الشوكولاته بيضه ولونتها بالالوانات اللي انتم شايفينها. انا حطيت طبعا شوكولاته بيضه وشوكولاته اللي هي الدارك البني، وشكلت بالوانات تانية. طبعا هي المفروض الشوكولاته تتلون بالالوان الزيت، فانت لو ما عندكيش الوان الزيت هتعملي ايه بقى؟ لو ما عندكيش الوان الزيت هتجيبي الالوان العاديه جدا، بنص معلقه صغيره من الزبادي تدوبي اللون فيها. بعد كده تنزليها على الشوكولاته البيضاء الدايبه معاكي وتقلبي كويس جدا. هبتدي بقى ازين معاكم الدوناتس بتاعنا. انا جبت الشوكولاته البني الدارك كده ونزلت فيها الدوناتس بتاعتي، غطيتها بيها بالراحه كده. وهجيب بقى الالوانات بتاعتي طبعا زي ما انتم شايفين. انا حطاها في كيس حلواني وربطها وحطاهم في طبق في قلب حمام ميه سخنه عشان ما تجمدش معايا، لان الجو طبعا ابتدى يبرد معايا ويسقع، فعايزاهم تفضل سايحه على طول. فعشان كده حطيتها في قلب الطبق بتاعي الصيني او البايركس بتاعي في قلب حمام ميه سخنه، وابتدي ازين معايا. يا رب بس اهم حاجه ان مش الكلام بتاعي، الطريقه تكون واضحه عندكم، تكونوا شايفينها توضح معاكم الشكل اكتر.
انا جبت الاشكال كده والالوان واديتها دواير حوالين الدوناتس بتاعتي. انا مش هتكلم، انا هوصف بس، خليكم تشوفوا الطريقه ازاي. يا رب تكونوا تقدروا تستفيدوا منها. ولو في اي استفسار قولوا لي، وانا هقول لكم، هجاوب على كل الاسئله بتاعتكم. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون لذيذ معاكم كده زي ما انا استمتعت بيه بجد، انتوا كمان تستمتعوا بيه. طبعا لو حسيت ان الشوكولاته بتبتدي تفصل معاكي بتقلبيها تاني، بتلاقيها رجعت تاني زي ما كانت بالظبط. هسيبكم بقى مع الشرح كده تشوفوه عملي احسن. لو حسيتي ان الشوكولاته بتاعتك بتبتدي تجمد كده، تنزلي جزء منها كده بايديكي، الحتت اللي ماسكه، فبترجع تاني السخونيه اللي موجوده فيها تفك تاني معاكي. لو لسه موجوده بقى معايا لحد دلوقتي، ما تنسينيش في اللايك بتاعك الجميل ودعمك ليا وللقناه. يا رب يكون النهارده وصفه النهارده جميله كده ولذيذه معاكم، بجد انا مستمتعه جدا معاكم. طبعا كل الاشكال اللي انا مديها دي بحاول ان ابينها واوضحها بالراحه كده، ووصفاتها كلها اشكال سهله جدا تقدري تعمليها. عايزه اقول لكم ان الاشكال دي وطعم الشوكليت فيها مخليه الدوناتس كده مودياه في ناحيه تانية خالص، في عالم تاني بجد. طعمه كان رائع جدا، افضل من الجاهز مليون الف مره. عايزه اقول لكم كان بيدوب في البق كده وطعمه رائع جدا بجد، لازم تجربيه. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبك بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليقي جميل بيساعدني. ومستنيه تطبيقاتكم تقولوا ايه رايكم في وصفه النهارده وفي طريقه التزيين بتاعتنا النهارده. اشوفكم في فيديوهات تانية، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امانته، في رعايه الله وحفظه حبايبي. مع السلامه.